هنعمل رنجة وأسهل طريقة لتنظيف الرنجة وسلطة البطارخ بالطحينة، بتبقى طعمها تحفة للناس اللي مش بتحب تاكل البطارخ. بعد كده لما تدوق الطريقة دي هتعجبهم جدا. حطيتها على النار دقيقتين على كل جنب لحد ما القشرة ابتدت تتشال معايا. بالمقص هنشيل الراس والديل ونبتدي نشيل القشرة اللي عليها، وابتديت انضفها. وهناخد البطارخ بقى اللي جوه وهنعملها سلطة بالطحينة. قطعت واحدة بصل أخضر وواحدة فلفل حامي وعليها واحدة طماطم صغيرة جدا بس تدي لون، والبطارخ ومعلقتين طحينة. وطريقة الطحينة الخام احنا كنا عاملينها على الصفحة، اللي عايزها يرجع لها. وهنضربها في الكبة كويس، وليمونة ومعلقتين خل. وهنضربها في الكبة كويس، وقوام هيبقى عامل زي الطحينة، لا خفيف ولا تقيل. ودي طريقة سهلة وبسيطة للطارخ للناس اللي مش بتحب تاكلها، هتحبها جدا بالطريقة دي. طحينة مخليها طعمها مميز. ما تنسوش اللايك والاشتراك.